هلا وعيني، شلونكم؟ اخباركم؟ تعالوا نسوي كبسه كلش هوايه طيبه. اول شيء نحتاج الى بصل، طبعا دائما يكون لازم البصل الاحمر بالكبسه لان حراره ولون خرافي. نحتاج طماطه، نحتاج يعني فلفل بارد وفلفل حار. وهنا عندنا البهارات، 7 بهار، معجون، ماجي، ثوم باودر، هيل، وهاي الترتيبات. اوكي عيني. وفلفل اسود ما ننساه، والكركم اكيد. هنا عندي هذا السمان، اول مرة نقول عليه بهذا الشكل. هو الحجم مالته يكون دائما هو بهالكبر هذا، يعني سعره جدا مناسب والطعم مالته كلش هوايه خرافي. اول شيء تم نغسله كلش زين وننقعه بعدها نجيب الجدريه مالتنا ونخلي بيها البصل بهالشكل هذا. ضروري البصل تسوونه بهالترتيب وتخلونها بيه. اوكي، هسه راح نخلي شويه مي عليها على مود شنو البصل يبدي يذبل عندي ويذب المونه مالته واللون مالته يصير كلش هوايه خرافي. طبعا اللي يحب يقلل البصل ماكو مشكله، على مود اللون مالته يصير يعني ادكن او يصير بيه سواد وهاي الامور. اوكي، هسه غطيت عليه راح اتركه لحد ما يبدي يذبل عندي. شوفوا شلون بدا يذبل البصل ويصير مرتب. هنا ضفت له شكر، لا تكثرون، ضيفوا قليل اوكي لان راح يكرمل وينطي لون خرافي. بعدها هنا جبنا السمان مالتنا او المرق نسميه او الفري او شو يسمونه سموه. طبعا هو الحجم مالته قلت لكم هو هذا. الطعم مالته كلش هوايه طيب، يعني مقارب لطعم الدجاج لكن شيء كلش طيب، وانصحكم تجربونه حقيقه لان فد شيء كلش خرافي. هسه بعد ما سويته بهالترتيب هذا راح اغطيه لحد ما يبدي يلشع وياخذ لون كلش مرتب. بعد ما اخذ لون بهالترتيب هذا، طبعا هذا اللون اللي اريده على مود كله يصير بهذا الشكل ولاتشع عندي والريحه مالته خرافيه. بعد هنا اوكي عيني، هسه راح ابدي خليت يعني زيت عليه اوكي، وراح ابدي اخلط بيه يمنى يسرى على مود يتقلى عندي ويصير كلش تمام. بعد ما يتقلى ويصير تمام هالاثناء هذه محضر تعرفون كل الامور مالته، يعني محضر مثلا البصل ومحضر الطماطم ومحضر البهارات على مود اضيفه عليه مباشر. بعدها هنا ضفت المعجون وضفت الفلفل وضفت الطماطة. راح نسوي يعني ابدي اخلط بيه لحد ما يبدي ياخذ لون او يلشع او تطلع ريحة المعجون من يمه وريحة الخضروات على مود يصير كلش تمام. هنا البهارات انتو اللي يعجبكم تقدرون تضيفونه، يعني فلفل اسود، الكركم، الكاري، الثوم البودر، البصل البودر، عندكم مثلا نضيف عليها هيل، نو بصرة، الشي يعجبكم وشنو حابين نضيفوه للكبسة ضيفوها. طبعا هاي طريقة الكبسة كلش هواية معدلة والطعم مالته خرافي ويصير عندكم نثري وفد شي. بعد ما ضفت عليه مي بهالترتيب هذا راح انتظره لحد ما يبدي يسلق عندي بهالصورة هاي. اريد يسلق كل زين، انا اريد اخذ المونة مالته تكون موجودة بالمرقة. اوكي تعالوا حتى نروح نحوش المشمش من الحديقة مالتنا. شوفوا ما شاء الله، اللهم صل على محمد، شلون مشمش يخبل. راح اخليكم مع اجواء مالتنا الحوش المشمش كلش مرتبة. انتم شايفين شجر المشمش قبل عايشين بيه بديكم لو فقط تشترونه، لان الطعم مالته وتستمتعون بيه من تبدون تحوشونه والطعم خرافي. واهم شي تمسحها وتاكلها. وهسه شوفوا ما شاء الله هاي الكمية اللي حشتها قدامكم. راح اجيب الصوندة وابدا اغسل بيها. ليش؟ لان مي الصوندة بارد وراح يعطيها طعم خرافي هذا. وبعد ما انسلق عندي السمان طلعته من الجدرية وضفت عليه التمن. ضروري تطلعونه. ليش نطلعه؟ راح نروح نشويه بالفرن. نجيب بالصينية مالت الفرن ونصفط بيها السمان وندخله على من فوق ومن تحت، يعني يقسب وينطيني اللون اللي انا اريده، بحيث من اخليه بالصينية ينطي الشكل الخرافي. وشوفوا ما شاء الله التمن بدأ يستوي عندي والحباية طولها وكل وحدة بواحد. هذا التمن بهالطريقة هذه عندكم اياه ما راح يعجن. ليش؟ لأنه هو منقوع هواية فصار مرتب. وبعد ما حمصتهن وصارن بهالترتيب وسهمكم ألف عافية. عيوني ولا تنسونا باللايك والتعليق الحلو والشير مع أصدقائكم حتى يشوفون هاي الطريقة والقناة مالتي.